أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. الله عز وجل جعل بيوته المساجد أماكن مباركة ليذكر الله تعالى فيها، وذكر الله عز وجل يكون في الصلاة وفي قراءة القرآن وفي الدعاء وفي التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. وكل مؤمن يدخل إلى بيت الله عز وجل له الحرمة. كل مؤمن يدخل في الله تعالى عند الحرمة أنه سبحانه وتعالى دخل إلى بيت الله عز وجل. ونبي مع كامل الأسد أنه لا من الناس، مع كامل الأسد أنهم لا يروقهم أن يروا المسلمين في بيوت الله عز وجل يذكرون الله تعالى، لا يروقهم أن يروا المؤمنين في بيوت الله سبحانه وتعالى يتضرعون إلى الله تعالى في الدعاء وفي الذكر وفي الثناء العظيم، إنهم يسعون إلى تخريج بيوت الله عز وجل. المخرج ما يبقاش عند الله تعالى الحرمة ديالو المكان الذي يجعله الله عز وجل، فهذا هو تخريب لبيت الله، وهذا هو أكبر الظلم، أكبر الظلم عندما يمنع الإنسان أن يدخل بيت الله عز وجل، أكبر الظلم عندما يدعى إلى تخريب بيوت الله وتفريغها من مهمتها ومن وظيفتها العظيمة التي كان يقوم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. كما تعلمون جميعا أيها الأخوة الكرام، لكم معكم خطيب المسجد هذا على ما يزيد من سنوات ونيين، والاختيار ذلك يكون خطيب هنا في الجمعة كان الاختيار ديال الجمعية المكلفة بالمسجد، هذا لم يعين من طرف جهات من الجهات، لو أنني عينت من طرف جهات من الجهات طرفت، لأنه طرف أن جهة من جهات المذهب عين الخطيب ديال الجمعة فيولد الخطيب ديال الجمعة يتابع واحد يولد فيه اللغة أن نجوا المحسنين في المسجد جزاهم الله خيرا سواء الإسلام ولا هذا الجدد واختاروا عليا مرات أن يكون خطيب هذا المسجد قبيل ماشي حرصا على المنبر، إن شاء الله تعالى على أنه أنا ما كنحرص على المنبر من باب الحرص ديال الآخرين، أنا جبت المنبر باش نقدس بالله الله عز وجل وباش نبلغ أمر الله سبحانه وتعالى، ونضرب الضرب على كثير من المسائل اللي كانوا تعرضوا لها بغير حق. يعرفوا أنه لما الخطيب يخطب الخطبة ديال الجمعة يكون مهددا من طرف الجهات التي في الإسلام أنها تحمي الخطيب ويعلم كما تحمي الخطيب. لما كيجي الخطيب يبغي يقول الخطبة يبغي يتحج، شو بغى يقول؟ شو بغى يقول؟ قدمكم الباب، قدم الدخول عند الخروج من دنيا التصوير ليل نهار يحلفون على كل كلمة وكل كلمة كبيرة وصغيرة، وهذا لا يجوز لأن الخطيب خطيب ديال الأمة يقول ما يرضي الأمة. فالأسبوع الماضي لما أعطيت واحد الخطبة لأشكال لكم كل أمة تابعوا لها، كانت الخطبة تتعلق بالدستور الجديد، الاستقبال النظرية هو حالة، ونحكي أن نحكي الأئمة كلهم لما قطعتها الخطبة النظرية أنه يبلغها بالأسلوب ديالو، يبلغها بالطريقة اللي هو مساحية، وخصوصا لما تكون خطبة والمعنى أن حتى الخطبة المنبرية الموحدة التلفية لم أقل فيها بهتانا ولا زورا ولا ظلمت أحد ولا قل شي حاجة اللي هي خرج على الدين ولا خرج على الشرع ولا خرج على القانون. الخطبة المنبرية الموحدة ديال الأسبوع الماضي اللي بلغها أن تخطب. أنا كنت معكم ولا كنت مؤمنين الآن باش نطلع من المنبر باش نلقى الجمعة، ولكن كنتم على بينة لماذا منعت من ممارسة الخطابة على المنبر في هذا الجيل المبارك. أنا لست حارسا على الخطابة، لست حارسا على هذا المنبر، إن شاء الله تعالى على أنني سهلا، ولكن الواجب ديالي أنني نساهم معكم هذا الخير اللي كنا الله عز وجل فيه. فإذا استدعيت بعدما ألقيت خطبة الجمعة وقد حدثت كنت على خطبة الجمعة كنت على مقدمة محاور ديالها الثاني، كنت على سيدنا داود باعتباره النبي والأنبياء كلهم يحبهم الله تعالى بإحقاق الحق وإزاء الباطل. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بالحق ولا تتبع الهوى. أي عين في هذا؟ هذا الله سبحانه، وهذا خطاب الأنبياء والرسل والجميع الذين يقصدوا أنه يستدعوا الحكم بالله. ليس منكر، هذا حق وهذا دين وهذا شرع وهذا دستور وهذا قانون. كنت من نعم صفاتنا الذي حول الدستور، قلنا لأن النبي اتبع الدستور وقال فيه كذا وكذا وكذا وسيعرض الدستور على الشعب باش يصوت عليه، كان اللي يقول نعم واللي يقول لا. أنا لما دعيت إلى الدنيا قالوا لي الله باش نحكموني بهذا، قلنا تقولوا نعم ما يقولوش لا، وبنجش أنا خطبت كلمات جميعا عن
يعني ناس الجنة والصوم انتباع الولاء كده كان يقول نعم والتصوري كان يقول لا ولا في التصوري كان يقاطع ولا في التصوري هذا حق التصور للجميع هذا قانون التصور هذا اللي يقول التصور لما تجيب التصور وعندنا تقول لا قولوا نعم هذا تحيز هذا طول هذا اعتداء على حرية المواطن قولوا نعم قولوا لا لأن هذا حق التصور للجميع فعلوا على هذه الكلمة قالوا لي لا قلنا نعم وما يقولوش الناس لا ولما قلت الناس قولوا نعم وقل لا الآن أنت لهم فرص ومعتم الاقتصاد يا جماعة هذا هو السلام أيها الإخوة الكرام لما تقول الخطيب ديال الجمعة أنها تستطيع الأفكار تتنافى مع الدين وتتنافى مع الواقع وتتنافى مع الحرية ديال المواطن وتتنافى مع القوانين ومع التصالح في هذا السبب هذا منعت من خطابة الدين أنا اليوم جيت بشكركم لأنه جيت نازل على المنبر نقول أنا بالإثيوبية ونقول أنا وكيل أنا وكم عقلي المستدر السنوات وأنا بقدر غلانا لا أتقاضى درهما واحدا تاريخ يجمع الله اليوم بخير لما كيجيو عندي يقولوا لنا نقول غير التصوير تشرح التصوير عاوليه الجامع عاوليه تسمع أنا نتاع بعطيه لما جينا ننظر على حقول لنا الله يأخذ المنزل جيت كلمة الله تعالى صدقا وإخلاصا فلما تنتبع ننظر أيها الإخوة الكرام السبب ديالو هو أن الناس من علي أن يدرسون كلمة واضحة صادقة مخلصة لا أريد أن أقول أولاده ما نقولش هذا الصوت ما نقولش تعطوك منظر ونقول الناس واحد الكلام اللي يتسلم عليه الله عز وجل ونقول الناس واحد الكلام اللي غيحسن عليه الله تعالى يوم القيامة ونقول واحد الكلام اللي الله تعالى يوم القيامة غنكون بإذن الله تعالى ونكون من ذوك الناس اللي قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج تقرض مقاربهم بمقارب النار قال منهم يا رسول الله قالوا هؤلاء الأئمة الأمتين الذين يقولون ما يفعلون وكيشوا الصور والبهتان الصور الذين محمد ما بغيش يكون من هذا ويكون قاط معهم وتضعوا الله عز وجل ومن تأكل هذا ولهذا السبب أيها الأخوة الكرام تم منعي من الصعود إلى المنبر بإلقاء الخطبة الله عليكم ويكون بخير تطمئنكم بالمسامحة إذا ابتأت شي واحد يكون وكنتم الله عز وجل أن يكون معكم دائما على العهد وما يجب فقط المنظر هذا اللي يجمعنا بل تجمعنا كلمة الله وتجمعنا كلمة الصدق وتجمعنا الأمانة والمسؤولية وتجمعنا محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يوفقنا ويكون لكل خير وجزاكم الله خيرا.